عايزين نعرف منك مصروف الاولاد كام؟ 3000 في اليوم. انت مصروفك كام؟ بأمانة. مساء الخير، عاملين ايه الاخبار؟ ايه اخبار الساحل؟ حلو. كله تمام؟ كله تمام. عايزين نسالك كده كام سؤال عن الاولاد وبعد كده نسال الاولاد، ممكن؟ ممكن. طب استاذنكم تطلعوا بعيد؟ يا عايزين نعرف منك مصروف الاولاد كام؟ 3000 في اليوم. 3000. طب لو هتعاقبيهم بتديهم كام؟ يعني 2000. 2000 ده لو عقاب. المجتمع ده. عايزين ندي نصيحه للامهات اللي بتاثر في المصروف قوي مع الولاد. لا ما يأثروش لان اصلا هم بيقعدوا في مطعم، بيخرجوا، بيسافروا مع اصحابهم اللهم رد عليكي. انما لو هيطلعوا الساحل ياخدوا كام؟ لو يطلعوا الساحل هيطلعوا معايا انا اللي هصرف. صح. صح؟ هنكدب من اولها. يعني المصروف غير الصرف. طب لو انت بتصرفي بتديهم مصروف ولا لا؟ الاثنين. ما شاء الله يا جماعه، ما شاء الله. لازم برضو الام تبقى فرطه والاب يبقى فرط. منشن لبابا وماما. كل واحد بيتفرج علينا منشن لبابا وماما. متعودين تيجوا الساحل كل صيف؟ مش الساحل بس، يعني كذا مكان. في خطه مستقبليه الصيف اللي جاي؟ يعني احنا بنفكر نطلع بره مصر. بره مصر. ايه الساحل برضو بقى زحمه وكده. اليوم في الساحل بيكلف كام مصاريف مثلا لو اسره 4 افراد؟ يعني ممكن 15 17 20 كده اليوم. طب نجيب الاولاد فين؟ ايوه تعالوا. استاذنك انت استاذه تستنينا بره معلش. اتفضلي بره. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ تيجوا الساحل كل سنه؟ لا دي أول مرة. اول مره. انت مصروفك كام؟ بأمانة. 400 في الأسبوع. 400 جنيه في الاسبوع؟ بأمانة. بقى بالامانه اهم حاجه. الاطفال ما بيكذبوش. وانت بتاخدي مصروف في الاسبوع ولا في اليوم؟ لا في الأسبوع. كام في الاسبوع؟ 300. فضحتك يا مصر. 300 جنيه. كنتوا بتصرفوا فين قبل كده؟ ايه؟ كنتوا بتصرفوا فين قبل كده؟ اسكندرية. يا نهار اسود. فين تاني؟ مطروح. طب استاذنكم تطلعوا بره. تعالي يا استاذه معلش. حضرتك على طول متعوده تيجي الساحل صح؟ انت والاولاد؟ على طول ما شاء الله في الساحل. طب عايزين نصيحه للستات اللي بتتفرج علينا هنا يعملوا ايه مع اولادهم؟ يجيبوهم الساحل على طول لازم كل سنه. على طول. نعمل اضربها على بقها الولايه دي. طبعا. يعملهم كل اللي هم عايزينه اما يجوا الساحل. طبعا. ما يقولهمش على حاجه لا. صح، اهم حاجه